كنت مرة في مكتبي أنا عندي حالة خلصتها وبأطلع أجيب لي حاجة من مكتبي وأرجع. قلت لكم القصة هذه، ما دريت توي داخل المكتب يمكن 5 دقائق أو 3 دقائق بعد، دخل وصك الباب وحط المفتاح في جيبه. قال يا دكتور، قلت نعم. قال اقرأ علي. قلت يا حلال أنا عندي عمليات بعدين أنا ما أقرأ. قال أقول لك جاك العلم يا حبيب، يا عندي عمليات. قال أقول لك عندك عمليات اقرأ واخلص بسرعة. أدور جوالي أذريه تحت، أدور جهازي حق المستشفى ذا تحت عند الاستقبال، أناظر فيه والله بتره ما أقدر عليه أصلا. قلت يا ولد، المهم وأقرأ الفاتحة وتوي في نص الفاتحة ويغمى عليه. قلت إنا لله وإنا راجعون. أقرأ عليه الفاتحة، أقرأ ما أدري. بس يا شيخ وقف، أنت شنت؟ قال أنا الجني اللي فيه. قلت إنا لله، إيش جني أنت؟ أنا أول مرة في حياتي قلت أي جني بس. قال أقول لك أنا جني. قلت طيب، بضحك عليه. قلت له وينك فيه؟ طيب قال أنا في خصيته. قلت خلاص أقرأ على خصيته. قال والله تنفجر. قلت مو على كيفك. المهم يا ولد صاحي هو ولا هو صاحي. قلت يا ولد أحط يدي على حدته من فوق شوي كذا، يعني قريبة من الخصية، وقعدت ذا يزعق. قال يا أخي وقف يا شيخ وقف، كذا بتذبحني. قلت أنت من أنت يا محمد؟ قال أنا جني محطوط، حاطني الساحر الفلاني، عمه هو اللي ساحرنا وعنده 13 أخو، عمه ساحرهم عشان عياله حقدا على أخوه عشان ما يجيه ذرية، لأن هذاك العم ما له ذرية. قلت بعدين؟ قال الله 6 ما قدر أنه يمسكهم السحر، و7 مسكهم السحر، إذا 6 ما ركب فيهم السحر وجابوا عيال. قلت وأنت إيش جايبك؟ قال قلت يا ابن الحلال اسلم بس واطلع وخلك حبيب. قال قلت يا ابن الحلال عشان خاطري ترى بقرأ عليك البقرة كلها. قال لا 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 لا. قلت طيب اسمع اسلم، أنت من وين؟ قال أنا بوذي. قلت إنا لله وراجعون. طيب شلون عرفت اللغة العربية؟ قال أنا أدخل في ذا الرجال، شوف الآن أنا اللي أتكلم في جسمه، هو الآن ما ولن يدري عن المحادثة اللي بينك وبينه. قلت إنا لله وإنا راجعون. قلت طيب اسلم بس وخلك حبيب. المهم وأقعد أكلم عن الإسلام، وقلت طيب بقرأ، وإذا قربت من بطنه ولع الرجال. إنا لله وإنا راجعون. بعد قلت طيب واقرأ عليه أول الآيات هذه ويصرخ تصريخ. قلت حسن ما يجينا أحد يقول ذا أبو محمد ذابح له واحد ولا أحد. المهم وأعود ثاني مرة كلمة اسلم ما تسلم وعشان خاطري ومنا. المهم شلون تطلع من مكتبي؟ تقعد مكتبي. قال لا ما لك دعوة، احنا عندنا خاصية اختراق. قلت إنا لله وإنا راجعون. المهم قد اسولف انا وياه لين ما اتفقنا انه يطلع وانه اسلم وخلاص ونطق الشهاده. قلت يا ولد البقره مره ثانيه اشوف، ما ادري ايش خلاني كذا اقول واقراها، والله ما قال شيء. يوم جيت في نص الايات هذه يبكي الرجال. قلت ليش تبكي؟ قال يا اخي هذه ايات عظيمه والله ما تعرفون، ما فهمتوا معناها لانكم ما تعرفون لغتكم ولا تفهمون. قلت الحين أنت تبكي خشية؟ قال أجل وش هذه آيات تهز جبال، أنت ما تفهمون؟ قلت له ما نفهم أنت توك مسلم الحين. قال لأني أنا مركز. المهم قلت طيب اطلع وخلصنا عشان أنا بروح عملياتي. المهم طلع من نفض رجله ما أدري شلون سوى وطلع. ما دريت الرجال صحى. قلت وش اللي صار؟ قال ما أدري، أنا قريت علي أغمي عليه بعد كذا ما أدري. قلت ما تدري بأي شيء؟ قال والله ما أدري. فاستغربت. طبعا أنا قد تكون هذه واحد يقول لي إن هذا انفصام شخصية، قد يكون مريض نفسي، قد يكون أي شيء. فأنا سألت عموما كم أنتم من ولد؟ قال 13 أخوان. قلت لك كلكم زيك عقيمين؟ قال لا 7 و6 ما فيهم شيء. أنا قد سألت الجن ذا قلت يا أخي كيف تخلي ما؟ قال أنا أكسر الحيوانات المنوية، أنا أعدم الحيوانات المنوية.
قلت لك طيب كيف أنت داخل في خصيته مع الكبر هذا كله؟ قال عندنا احنا طريقة خاصة للاحتواء، يبعدنا عنكم ويبعدكم عنا. يقولون اللي يتعثر الجني ولا الإنسان؟ يقولون ما وضحت. لا هو طبعا اللي قدامي قاعد يبكي بصرف النظر هو جني ولا إنسان، لكن أنا سألته وش يبكيك؟ قال أنا يا أخي آياتكم ذي عظيمة. بس هذاك يوم صحى ما يدري عن شيء أبد. بعد سنين سألت واحد من الأخوان المقرئين فقال لي أي واحد يتكلم على لسانه جني وهو صاحي تراه يكذب، لأن الجني إذا استلم القيادة يصرع الإنسان صاحب وإذا صحى الإنسان ما يحس وش اللي صار، ما يدري لأنه ليس هو موجود. وهذا فعلا يعني المريض ما يدري عن شيء، ما يدري. اللي يقول لك إني أدري واللي يقول لك إني أتكلم هذا عن كلام الرجال، أن هذا الكلام أنه أما أنه يألف أو أنه مريض نفسي، أو زي بعض الأخوان يقول بعض مدمنين المخدرات يدعي إن فيه جني عشان يتعاطف مع أهله وذا، يعطونه قروش وذا إلين ما تبرد أوردة حقته وممكن ذا يبدأ ثانية يستعمل. حنا جبنا هذه في هدى للمتقين.